بيبدأ الفيلم في منطقة جليدية في القطب الشمالي، وفجأة بيقع سوبرمان بعد منافسة قوية علشان كان بيحاول يمنع احتلال من دولة اسمها بوليفيا من دولة تانية اسمها جيرامبور، وبيكون باين انه متصاب وتعبان جدا ومش قادر يتحرك خالص، وبيصفر وهو تعبان للكلب بتاعه، وفعلا الكلب بتاعه بيجي، والكلب ده بيبقى اسمه كريبتو، وبيقول له انه عايز يروح البيت، وبيبدأ الكلب يشده للبيت، وبنعرف ان البيت تحت الارض وبيبقى اسمه قلعة العزلة، ولازم بس سوبرمان هو اللي يدخله. وبعدها بنشوف روبوتات وهم بيشيلوه بيعالجوه وبيخلوه يشوف رسالة من اهله في الحقيقة، وبنعرف انهم من كوكب كريبتون، واهله بيعرفوه انهم بيحبوه وانهم ودوه للارض علشان ما يتأذيش من اللي بيحصل في كوكبهم. لكن فجأة التسجيل بيقطع، وبيبقى باقي التسجيل ضاع وهو جاي من الارض. وبعدها بتبدأ الروبوتات تعرض سوبرمان على اشعة الشمس، وبيكون بياخد طاقته منها، وسوبرمان بيبقى اتعالج، بس الروبوتات بتقول له انه اتعالج بنسبة 80% بس، هو المفروض يريح جسمه، بس هو بيعرفهم انه لازم يروح. وبعدها سوبرمان بيكمل المنافسة، وبنشوفه وهو بيطير ورايح ينافس. وفي الناحية التانية بيبقى في واحدة اسمها أنجيلا، شكلها بيكون مش بشر طبيعيين، وبتفضل تدور على سوبرمان لكنها مش بتلاقيه. وفجأة بتشوفه وهو طاير، وبتبلغ لوسير على مكانه، وبنشوف كائن حجمه ضخم اسمه هامر، وبيبقى بيدمر اي حاجة بيشوفها قدامه، وبنعرف ان هو اللي كان بينافس سوبرمان واتغلب عليه. وبنشوف واحد بيكون اسمه لوسير، وبيبقى بيكره سوبرمان، وبيكون كمان هو اللي اخترع الكائن الضخم ده علشان يقضي على سوبرمان تماما. بعدها بيرجع سوبرمان تاني للمنافسة، وبنكتشف ان لوسير بيتحكم في تصرفات هامر، وبيكون حافظ كل تصرفات سوبرمان. وفجأة هامر بيرمي سوبرمان وبيوقعه على الارض، وبنشوف واحد بيساعد سوبرمان انه يقومه، وبيقول له انه ياما ساعدنا وكان هيرجع للمنافسة لكنه ما بيكونش قادر. وبعدها لوسير بيتعرف على الشخص اللي ساعد سوبرمان، وبنعرف انه اسمه مالك. وبعدها بنشوف انجيلا وهي بتقول للوسير انها عرفت مكان قلعة العزلة، ولكن لما بتوصل ليها بتختفي. بعدها بيوصل هامر لقاعدة بتوصله للمقر الاساسي للوسير، وكله بيشجعه على اللي عمله. وفي تاني يوم بنشوف كلارك، وبنعرف انه سوبرمان وهو بيكون رايح لشغله وبيكون شغال صحفي، وبنشوف حارس بيقرأ المقال بتاعه عن الكائن الضخم، وبيكلمانه وابوه اللي اتبنوه بيباركوله ان المقال اتشهر وكسر الدنيا. وبعدها بتكلمه حبيبته لويس، وبتسأله عن هامر وصاحبه جيمي، فهو بيقول لها ان بسبب الدمار اللي سببه هامر اضرارها كان اكتر من 80 مليون. وبنشوف على تلفزيون رئيس دولة بوليفيا اللي بيزعق وبيقول ان الدولة بتاعته كانت على علاقة كويسة بامريكا لحد ما جه سوبرمان وخرب كل ده. وعلى الناحية التانية بنشوف لوسير ومعاه ناس مهمة في البلد، وبيوريهم جيوش، واللي بيكون من ضمنهم هامر وانجيلا وشوية روبوتات اللي بيكون اسمهم الرابترز، وبيكون عايزهم يستثمروا فيهم، وبيكون بيتكلم وحش على سوبرمان، ولكنهم بيقولوا ان سوبرمان انقذهم كذا مرة. وبعدها بنشوف لويس لما راحت البيت بتتفاجئ ان كلارك في البيت، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض عن هامر، وهو بيعرض عليها تعمل معاه مقابلة بس بصوته، وفعلا بتعمل كده، وبتقول له ان اللي بيعمله خلى امريكا تفتح تحقيق في بوليفيا، وبيقول لها انه سافر جولامبور لما بوليفيا كانت بتغزو، وعرف انه يخلي الحرب تقف بدون خسائر. وقال رئيس بوليفيا انه لو فكر يغزو جولامبور مرة تانية هيخلص على جيشه وعليه، انه عنده احساس ان حكومة بوليفيا ناوية على حاجة وحشة. فلويس بتسأله استأذن قبل ما يخش المجال الجوي بتاعهم، بيقول لها لا، لكنه كل اللي كان همه ان في ارواح كتير ممكن تتفقد. فبتقول له نتيجة ده كل الناس بتهاجمه على النت، فهو بيزعق وبيقول لها انا مش مهم عندي كلام الناس، وانه الاهم انه ينقذ الناس اللي كانت هتموت. بيقول لها ان اهله جابوه الارض وهو صغير علشان يساعد البشرية وان الارض تبقى احسن. بس لويس بتقول له ان الناس بتقول عليك انك جاي علشان تسيطر على الارض مش عشان تحمي الناس، لكنه بيتعصب وبينهي المقابلة. فهي بتقول له ان كده ممكن ما تقدرش تكمل معاه، فبيسيبها وبيمشي. وفي الناحية التانية بنشوف لوسير والفريق بتاعه وهم في القطب الشمالي، وده علشان يحاولوا يدخلوا قلعة العزلة. والصدمة انه لما بيوصل القلعة بتظهر وبتفتح من غير ما يحصل اي حاجة، وللاسف بيهاجموا على كل اللي في القلعة وبيخلصوا على كل اللي فيه. والكلب كان لسه هيهاجم انجيلا، بس هي بتقدر تحطه في وشه مادة. بعدها لوسير بيطلب من انجيلا انها تحاول تخترق الجهاز اللي كان عليه رسالة ام وابو سوبرمان، وانجيلا فعلا بتقدر تخترقه من مادة طلعتها، وبتظهر الرسالة اللي كانت مش كاملة، وبنعرف ان لوسير هو الوحيد اللي معاه الرسالة كاملة. وبنشوف فريق لوسير في المدينة، وبيكون في كائن صغير في صندوق، ولوسير بيكون طالب منهم يسيبوه في المدينة علشان سوبرمان ينشغل بيه، وده عقبال ما يدخلوا قلعة العزلة. وللأسف بيفتحوا الصندوق على الكائن، وفي تاني يوم بنتصدم ان الكائن ده حجمه تضاعف وبقى ضخم وبيهدد المدينة كلها، وبيجي سوبرمان وبيطلع كل قوته علشان ينتصر عليه، ولكن الكائن بيبقى اقوى منه وبيطلع نار من بقه بيحرق بيها اي حاجة. وفجأة بيظهر ابطال جايين علشان ينقذوا المدينة واسمهم فرقة العدالة، وبيكونوا 3 هوكر وجينالينتر ومستر ترافيك، وبيكونوا بيحاولوا يتغلبوا على الكائن. وجيرالينتر بيصنع شيء بيسيطر بيه على الوحش، ومستر
ومستر ترافيك بيرمي قنابل على الوحش واخيرا بيهزموه بعد منافسه قويه جدا. وفجاه بنلاقي لوثر في التلفزيون وبينشر باقي رساله اهل سوبرمان وبيقولوا فيها ان البشر متخلفين وعايزين سوبرمان يسيطر على الارض، وكله بيتضايق من الرساله. وساعتها سوبرمان بيروح في مبنى بعيد عن الناس وبيلاقي الابطال بيسالوه الكلام ده حقيقي، فبيقول لهم انا عمري في حياتي ما سمعت بقيه الرساله. وبيفتكر سوبرمان ان لوثر ازاي وصل للرساله وبيطير باقصى سرعه للقلعه. واول ما بيوصل بيشوف المكان كل اللي فيه اتدمر وبيلاقي روبوتات لسه شغاله وبيسال ايه اللي حصل، لكنه ما بيعرفش اي حاجه. وبيتصدم كمان لما ما بيلاقيش الكلب بتاعه كريبتو. وبعدها بيهاجم مقر لوثر وبيسال على الكلب بتاعه، لكنه بيقول له انه ما خدش الكلب. وبنشوف اهم الناس في البلد بيتكلموا عن قد ايه سوبرمان خطر، وكمان بيقول رئيس بوريفيا ان سوبرمان جه البلد علشان يسيطر عليها. وبعدها بيفتح باب وبيروح عن طريقه لوثر، بيقول له انت فبركت الرساله، فبيرد عليه وبيقول له لا. وبيبقى سوبرمان عند لويس وبتقول له انها ما كانتش تعرف ان عنده كلب، وبيقول ان اهله اكيد ما جابوهوش الارض علشان يسيطر عليها، لكن ده علشان يخدم اهلها. ولويس بتصدقه وبتثق فيه، لكنه بيقول لها انه هيسلم نفسه لوثر، وفعلا بيعمل كده تاني يوم علشان يوصل لكريبتو وبيقوم محرره وبياخده في الصحراء. وبعدها بيوديه لبوابه زمنيه وبيشوف لوثر في المكان ده وبيقول له ان هو اللي صنع السجن ده وهو هيتحبس مع كائن غريب اسمه ريكس، وبيأمره يحول ايده لكريبتون علشان يقلل قوه سوبرمان. وبنعرف انه بيقدر يحول الى اي عنصر وهو بيوافق علشان ابن الكائن محبوس. ولوثر بيهدده وسوبرمان بيشوف كريبتون في السجن واشخاص تانية كتير معاه. وفي الناحيه التانية بنشوف خبر يا صديقي ان دوله بوريفيا هتغزو جورامبور بعد سجن سوبرمان، وبتكون لويس ساعتها بتدور ورا لوثر وبتكتشف انه بيبيع اسلحه باقل سعر لدوله بوريفيا. وبنشوف جيمي وهو عند حبيبه لوثر وبتقول له على كل المعلومات علشان عجبها، ومنها ان سوبرمان محبوس في عالم موازي عمله لوثر. بعدها جيمي بيروح يقول للويس على كل حاجه. بعدها بنشوف سوبرمان بيقنع الشخص ده انه يشيل كريبتون علشان يهربوا كلهم وينقذوا ابنه، لكن الراجل مش بيصدقه. في اليوم التاني بنشوف لوثر ورئيس بوريفيا في السجن وبيكون معاهم مالك اللي ساعد سوبرمان قبل كده، وبيهدد سوبرمان انه لو ما قالش المعلومات وجاوب على اسئلته هيخلص عليه. وسوبرمان ما بيرضاش يرد وللاسف بيخلصوا عليه. وبعدها بنشوف لويس وهي عند فرقه العداله وبتحاول تقنعهم ان سوبرمان بريء، لكن جيرانا لينتر مش بيصدقها وبيكون مصدق كل حاجه بتتقال على سوبرمان. فبعدها بتمشي لويس، لكن بيجي لها مستر ترافيك وبيقول لها انه مصدق كل حاجه قالتها وبيساعدها وبيقدر يحدد مكان سوبرمان. وفعلا بيوصلوا للمكان، ولكن الجنود بتحذروا انه لو قرب هيخلصوا عليه، لكنه مش بيخاف وبيهاجمهم وبيشغل درع الحمايه للويس وبينجح انه يخلص عليهم. وبعدها بنشوف ماكسي بيسال سوبرمان هيقدر ينقذ ابنه، فبيرد عليه وبيقول له ايوه، وبيقرر يقفل الكريبتون ويفعل الشمس اللي هترجع له طاقته. وفعلا طاقته بترجع وبيطير وبينقذ ابن ماكس وبيحرر كريبتون، لكن فجاه روبوتات لوثر بتهجم عليهم وماكس بينجح انه يخلص عليهم، بس فجاه بيطلع سوبرمان هوا من بقه بتخليه يفتح البوابه وبيقابل لويس ومستر ترافيك وبيخرجوا بنجاح من السجن. وبيبقى سوبرمان تعبان جدا بسبب سم الكريبتون، ومستر ترافيك بيقول له يروح هو المركبه ويبقى هو في قاعده لوثر. وبعدها بيمشي ماكس وابنه بسلام، وبيوصل سوبرمان لبيت امه وابوه بالتبني وبيستريح هناك. وبنشوف جيمي وهو بيكلم ايف حبيبته وبتقوم بعتها له، ولما بيفتحها بيكتشف ان كلها فيها صور ليها وبس. فبيكلم لويس وبيحكي لها على كل اللي حصل وبيبعت لها الصور اللي اتبعتت له، لكن لويس بتركز اكتر في الصور وبتكتشف انها فعلا مصوره كل معلومات لوثر وبتكلم جيمي وبتعرفه كل حاجه. وفي الناحيه التانيه بنشوف لوثر وهو متعصب جدا من هروب سوبرمان وتدميره للبوابه، ولوثر بيحاول يصلحها وفعلا بينجح، ومستر ترافيك بيحاول يعمل اي حاجه لكنه بيفشل. وفجاه بنلاقي ان الارض بتتشقق شق كبير والبوابه بتتمد كتير. وفي تاني يوم بيصحى سوبرمان وبيبقى حس بتحسن وبيطلع يقعد مع ابوه اللي اتبناه وبيحسن من معنوياته، لانه بيكون متضايق لما بيعرف ان الرساله حقيقيه، لكن ابوه بيعرفه انه ملوش ذنب بتصرفات اهله وانهم مش واجب عليهم يتحكموا فيه. بيقول له انت نجحت بده لان اخترت الخير ومساعده الناس. فامه بتقاطع كلامهم وبتوريهم الاخبار، والاخبار دي بتكون عباره عن ان اعلان الحرب بين دوله بوريفيا ودوله جيرامبور. وبنلاحظ طفل وهو بيرفع علم سوبرمان وهو والناس بيزعقوا وهم بيقولوا اسمه علشان يساعدهم. وفي الوقت ده مستر ترافيك بيكلم سوبرمان وبيقول له يساعده علشان الارض اتشرخت والعالم هيتدمر. وبتبقى لويس وجيمي في الجريده مع رئيس الجريده وبيفهموا ان لوثر اتفق مع رئيس دوله بوريفيا علشان يحتل جيرامبور، وبنكتشف ان الحرب دي كلها متخطط ليها علشان يخلصوا من سوبرمان، وبيظهروا له كل الدلائل اللي بعتتها ايفا ومخطط لوثر. وبيحاول مستر ترافيك يسيطر على الشق اللي في الارض لكنه مش بيقدر وبيبقى بيكابر، والشرطه بتخلي كل الاماكن اللي فيها الشرخ، بس للاسف الشرخ بيبقى كبير جدا في اماكن كتيره. وفي لحظه ما كان المبنى
مبنى هيقع على الناس بيقدر سوبرمان يسيطر على الموقف، وبيجي مستر ترافيك وبيفهمه ان الكود اللي هيوقف ده، ولسه سوبرمان هيروح للوسر. فجأة بيجي هامر وانجيلا وبيهجموا عليه، وبنشوف ان مستر ترافيك بيغمى عليه، وبيبقى هامر وانجيلا بينافسوا سوبرمان لوحده، وسوبرمان بيبقى مسيطر عليهم في الاول، لكن لوسر بينجح في اختيار حركات هامر، وانجيلا بتضرب فيه ضربة قوية جدا بيبقى فيها سم، وللاسف السم ده بيخش في جسمه، وبيظهر للوسر ان المادة السامة سيطرت على سوبرمان، وبيتبسط جدا انه هيموت، وبيبدأ سوبرمان يطير علشان يحاول يخرجها منه، لكن انجيلا وهامر بيطيروا معاه وبيفضلوا يضربوه لحد ما فجأة سوبرمان بيطير لتحت بأقصى سرعة، ومن شدتها انجيلا بتموت، وسوبرمان بيعرف يخرج المادة من جسمه اللي بتكون ملهاش اي 60 لازمة لان انجيلا ماتت. وفجأة بنشوف هامر وهو بيشيل الماسك من وشه، وسوبرمان بيتصدم لانه بيكون نسخة منه وشبهه جدا بالظبط. ودلوقتي بقى يا عزيزي بنعرف ليه لوسر قدر يدخل القلعة علشان معاه هامر، وبيفهم سوبر انه عمل هامر من شعر سوبرمان، وقدر ياخد الدي ان ايه منه وعمل نسخة منه بالظبط. ولوسر بيستفز سوبرمان، بيعرفه ان امر رئيس بوريفيا انه يبيد شعب جيرامبور، وبنشوف الجنود والدبابات دخلوا الدولة وبدأوا يهجموا على اي حد، وهامر بيطلع شعاع على سوبرمان وبيهاجمه بقوة، وبنشوف الطفل وهو بينزل علم سوبرمان كرمز للاستسلام، وبيبقى سوبرمان هيخسر من هامر لكنه بيجمع كل طاقته وبيبدأ يضربه وبيتقدم عليه. ساعتها بنشوف الطفل وهو بيرجع العلم تاني، ولسه في جند هيخلص على الطفل، بس بنلاحظ ان في جدر حماية حمى الطفل ده، وبنشوف ان فريق العدالة وصل علشان يحمي الناس، وبنشوف ماكس وهو بيحارب معاهم وبينجحوا كلهم يخلصوا على الجنود والدبابات، والرئيس الخاين كان لسه بيهرب، بس فجأة بتيجي هوك جيرل وبترميه من مسافة بعيدة وبتخلص عليه تماما، وبيبقى سوبرمان وهامر بيتنافسوا مع بعضهم، وبيطلع هامر شعاع من عينه وكان خلاص هيخسر لحد ما سوبرمان بيستدعي الكلب بتاعه، وفعلا الكلب بيهجم على هامر، وبعدها بيأمره يكسر الكاميرات بتاعة لوسر علشان ما يقدرش يتحكم في هامر، ولما لوسر بيفتقد الامل بيستدعي الرابتورز، لكن سوبرمان بيقدر يتغلب عليهم كمان، واخيرا بينجح سوبرمان يخلص على هامر تماما وبيرميه في الثقب الاسود. بعدها بيوصل مستر ترافيك لسوبرمان وبيطيروا علشان يروحوا يخلصوا على لوسر، والكلب كريبتو بيهجم عليه وبيعض فيه وبينجحوا يوقفوا الشرخ، ولويس وجيمي بينشروا فضايح لوسر وان هو اللي كان عايز يدمر الارض ويسيطر عليها علشان يخلص على سوبرمان، والاخبار كلها بتنتشر وبيتفضح. وبعدها بنشوف الشرطه وهي بتنجح في القبض على لوسر وبيسجنوه، وكل الناس بتحيي فريق العداله، وبنعرف ان ماكس كمان انضم ليهم، وبنروح لسوبرمان في قلعه العزله بعد ما عاد بنائها وبيرتاح اخيرا. ودي بتكون نهايه الفيلم يا صديقي، اتمنى يا رب يكون عجبك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وقول رايك في الكومنتات، ولو في فيلم جديد عايزنا نعمله سيب رايك في الكومنتات. مع السلامه.